كان دايما يفتكر إن الحساب حاجة بعيدة، يوم وساعة ومحكمة. لكن عمره ما خطر على باله إن القصة بدأت بدري. كان يسمع الآية ويمشي: فمن عمل صالحا فلنفسه، ويعدي كأنها معلومة عامة، مش رسالة شخصية. لحد ما في يوم وقف قدام نفسه وسأل: طب لنفسه دي معناها إيه؟ فاكتشف حاجة بسيطة ومخيفة في نفس الوقت: إن مفيش بطل غيره في القصة. مفيش حد هيشيل عنه، ولا حد هيعيش مكانه، ولا حد هينقذه بالنيابة. نجاته مشروعه هو، وصحته مشروعه هو، وحتى صبره ووعيه شغله هو. وساعتها بدأ يفهم إن الخطاب الإلهي مش محجوز للآخرة، ده ممتد للدنيا، داخل الجسد، داخل الخلايا. الجسم اللي هو عايش فيه مش صدفة كونية ولا ماشي بالبركة، ده نظام دقيق وصارم ورحيم في نفس الوقت. سأل نفسه بصدق من غير تبرير: أنا بنام كويس؟ باكل بإدراك؟ بتحرك؟ ولا جسمي متروك متوتر وسايب السكر يعلى ويهبط كأنه مش فارق؟ اكتشف إن دي مش أسئلة عابرة، دي ملفات، والملفات دي مش متقفلة ولا مستخبية ولا بتستنى. زي ما ربنا قال: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. بس الغريب إن نفس الكتاب بيتكتب كل يوم جوه الجسم. كل وجبة لها سطر، كل ليلة سهر لها ملاحظة، كل مرة تجاهل فيها تعب بسيط اتحسبت، وكل ارتفاع سكر اتسجل بهدوء. محكمة الجسد مش بتأجل، مش بتستنى العمر يخلص، حكمها سريع وواضح. ارتفاع السكر له نتيجة، مقاومة الأنسولين لها تمن، الإجهاد المزمن له فاتورة، والميزان عادل. وما ربك بظلام للعبيد. مفيش واسطة اسمها أصل أنا مضغوط، ولا مخرج اسمه الدكتور يشيلها عني، ولا حجة اسمها الناس كلها كده. وفي لحظة صدق سمع الجملة اللي كانت دايما بعيدة، بس حسها قريبة أوي المرة دي: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كأن الجسم بيهمس: اقرأ تحاليلك، اقرأ تعبك قبل ما يصرخ، اقرأ الإشارات اللي كنت بتتجاهلها. ميزان له نسخة دنيوية: ميزان الأكل، ميزان الحركة، ميزان النوم، ميزان الضغط النفسي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحسنة في الدنيا مش رفاهية ولا فلوس ولا راحة مؤقتة. الحسنة الحقيقية إن جسمك يبقى واقف في صفك، مش شاهد ضدك. شفاء ورحمة.